المكتب الوطني للمطارات، المكتب الوطني للماء والكهرباء مزيان. هذا الدعم اللي كندعموه من اموال دافع الضرائب، الضرائب اللي كتخلصوا ما كيعطيناش واحد نجيبو. ملي كنجيو لصندوق اخر كيهم المواطن بحال الصندوق ديال التحالف كنرفضوا الدعم ديالو، كنرفضوا ندعموه. وشنو كنديروا؟ كنخليو المواطن هو اللي كيدعم راسو، كنزيدوا ليه في الاقتطاع وكنزيد نطولوا ليه في العمر السن باش يطول المده ديال المساهمه ونطلعوا المده ديال الاقتطاع. ما يمكنش الاخوه والاخوات غادي نكونوا كنتوجهوا بالدوله الاجتماعيه ولا ما يتعلق الامر بمقاربات اجتماعيه ودعم اجتماعي وصندوق التفاعل والحجم تتغير ربما هذه الممارسه. احنا مع الدوله الاجتماعيه فيها صاحب الجلاله حفظه الله والاعتداء به العرش. فهل الحكومه اليوم حكومه اجتماعيه على مستوى الدوله الاجتماعيه، حكومه تضارب المصالح، حكومه باغلبيتها الوطنيه اللي كترفض مبدا المسؤوليه بالمحاسبه. مبدا المسؤوليه بالمحاسبه راكم سمعتوا النقاش اللي كان عندنا معاهم، النقاش ديال او ما عرف بالفرقشيه، ان هذه الفرقشيه راه ماشي هو الموضوع. الفرقشيه راه غير مثابه الشجره اللي كتخفي الغابه. الفرقشيه راه هي نقاش حول الدعم العمومي. رحنا مولنا السياحه حتى المغربي ما يقدر يمشي للوطيل ويشد لوطيل فهو وليداتو واحد يومين او 3 ايام في اوتيل واحد اخر. رحنا مولنا النحل وما تكفيناش بالاثمنه ديال المواد كتنزل بالكامل اللي يعطينا النحل. لذلك فاش هزلنا اللحوم ايضا دعمنا واحد المجموعه ديال المستوردين اللحوم، ولكن تبين ان الدعم ما مشاش لبلاصتو. لذلك طلبنا بواحد ديال الحقائق اللي تبعتوها واللي راكم شفتوا كيفاش ان الحكومه التفت حولها وحاولوا شي فهميه يقولوا لنا راكم راه ما يمكنش تديروا عين في المعارضه. قلتوا بان لجنه تحقيق الحقائق ما كديرهاش المعارضه، لجنه تحقيق الحقائق كيديرها البرلمان، لانها البرلمان فاش كتكون عنده الوعي والقناعه ديالو انه فعلا ممثل ديال الامه ماشي ممثلين ديال الحكومه، راه كلشي كيقار بها، لان الهدف هو الوصول الحقيقه للمواطن.